صباح الخير، صباح الفل، وصباح السعادة. كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الفراخ المشوية بطريقة تحفة وتتبيلة جميلة جميلة، وفي الفرن بقى من غير ولعة ولا فحم ولا الكلام ده. أسهل طريقة ليها. قبل ما نبدأ كده نقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. عندي الفراخ بتاعتي أنا منضفاها تنظيفة كويسة ومقطعاها قطع صغيرة كده، وعندي 3-4 بصلات، وعندي فلفل حراق وفلفل بارد، وعندي 4 فصوص ثوم وطماطميتين وجزرتين. حلو الكلام. هنفرم كل ده ما عدا الجزر هنبشره. افرم كل الكلام ده وانزل بيه على الفراخ. خلاص كده. انا عايزه بقى الفرم ما يكونش ناعم قوي، يعني حلو كده عشان ما تستوي في الفرن بيكون الصوص ده تحتها طعمه حلو قوي، بهاريس كده بتكون طعمها جميل. طماطم رخرة هفرمها وانزل بيها على الفراخ بالشكل ده. تمام كده. ابشر بقى الجزرتين بتوعي، بديلها طعم حلو قوي في التتبيله. ابشرهم وانزل بيهم على الفراخ. دي بقى ليمونتين كبار هعصرهم. الليمون بيديلها طعم مزازه حلوه قوي للفراخ المشويه. اعصرهم كلهم ليمونتين كبار. وعندي معلقتين كبار صويا صوص، ومعلقتين دبس الرمان. من كل حاجه معلقتين كبار كده، ومعلقتين كبار خل، ومعلقتين كبار زيت، وعندي معلقتين كبار سماق. احط عليهم معلقتين كده، معلقه كبيره او معلقتين كبار بالمنظر ده كده، دي طعم حلو ومزازه جميله. وعندي كل البهارات بتاعتي بقى، كمون وفلفل اسمر وزنجبيل مطحون وتوابل فراخ وكزبره ناشفه ونص معلقه سكر، والملح بتاعي بقى معلقتين 3 كده على حسب التتبيله بتاعتي. عندي الكميه ما شاء الله، حطيت حوالي 3 معالق كده. اقلب كل الخليط ده تقليبه كويسه عشان كله يشرب من بعضه كده، واغطي كل ده وده على التلاجة يقعد 2-3 ساعات. لو يوم كامل يبقى احسن. كل ما بتقعد في التتبيله اكتر بتكون طعمها لذيذ جدا وشاربه كده من التتبيله وطعمها حلو. خلاص بعد ما قعدت 2-3 ساعات عندي، اجي بقى في صينيه واسعه كده اهوت، وانزل بكل الخلطه بتاعتي حتى الصوص اللي فيها، واوزع قوي في الصينيه، ما يبقاش في حاجه فوق حاجه علشان كلها تستوي سوا حلو وتتحمر من على الوش تحمير كويس. ارش بقى معلقتين زيت عليها كده اهوت من فوق، واغطي وعلى الفرن، واحبك الغطا كويس قوي علشان تستوي كويس. هتقعد لها بقى حوالي ساعة في الفرن. بعد ساعة اشيل الورق الفويل واخليها تاخد تشويحة على الشواية من فوق. وتعالوا بقى، طلعت الفراخ تحفة وطعمها خطير ودايبة كده، يعني مستوية سوا كويس جدا. فضيهم بقى كده اهوت. وانا عملت جنبها رز ابيض، وعملت جنبها صينيه بطاطس، سلطه طحينه، سلطه خضراء. احنا كنا صايمين امبارح يا جماعه 6 البيض. كل سنه وانتم طيبين. وده كان فطار امبارح. عندي بقى شويه خضره كده انزل عليهم على الفراخ مع الخضره، وعملت جنبها سلطه طحينه بالرز. بصراحه الفراخ لذيذه جدا جدا وسهله، واسهل حاجه ان انت بتحطي كله على بعض وتدخلي في الفرن، مش بتتعبي نفسك بقى كده وولعه وشوي وكده. ودي بقى البطاطس، سلطة زبادي بالطحينة، والفراخ المشوية والرز بتاعي. وكده كانت أكلة النهاردة. شوفوا الفراخ تحفة ازاي. أتمنى فيديو النهاردة يا رب يعجبكم. ما تنسونيش في لايك وشير، واللي أول مرة يشوف قناتي ياريت تشتركوا في القناة. أستودعكم الله وأشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.